حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. كان يا مكان، كان من زمان، كان في بنت صغيرة اسمها نور. نور كانت عايشة في قرية صغيرة، وحياتها كانت مليانة تحديات وصعوبات. ومن صغرها فقدت والدها ووالدتها، وكانت عايشة مع جدتها. وجدتها كانت كبيرة في السن. جدتها كانت بتشتغل في حقول القرية علشان تقدر توفر لقمة العيش. ورغم كل الصعوبات اللي واجهتها نور، نور كانت دايما تبتسم وتساعد كل اللي حواليها. وكانت بتحب تقرأ كل الكتب اللي بتلاقيها في بيت جدتها، وكانت دايما بتحلم بحياة أفضل. نور كانت بتصحى كل يوم بدري علشان تساعد جدتها في شغل البيت والحقول، وكانت بتحب تقرأ في الليل تحت ضوء القمر وتسرح بخيالها في عوالم الكتب. وفي يوم من الأيام جالها خبر وفاة جدتها. نور بقت وحيدة تماما وكانت حزينة جدا، لكن رغم الحزن اللي جواها قررت إنها تكمل وتحقق حلمها. ولما وصلت نور المدينة واجهت صعوبات كتيرة جدا، رغم إنها ما كانتش بتعرف حد وما كانش معاها فلوس كفاية. وأول حاجة عملتها اشتغلت في مطعم صغير، وكانت بتوفر كل قرش علشان تقدر تكمل تعليمها. ومع الوقت قدرت تدخل مدرسة وتدرس بالليل، وكانت بتواجه صعوبات كتير في الدراسة، لكنها كانت مصممة على النجاح. وبعد سنوات من الجهد والتعب حصلت على شهادة، وبدأت تشتغل في المجال اللي بتحبه. ومع شغل كتير وتعب ومعافرة قررت نور إن هي ترجع لقريتها وهي مليانة أمل وحب. وقررت إنها تفتح مكتبة صغيرة عشان تعلم الأطفال القراءة. ولما رجعت نور لقريتها بعد رحلة طويلة مليانة تعب ومجهود، حست بفرحة كبيرة وهي شايفة الأطفال اللي كانوا زيها زمان عيونهم مليانة أحلام، لكن مفيش عندهم فرصة إن هم يتعلموا. قررت إن المكتبة اللي فتحتها مش هتكون مجرد مكان للكتب، لكنها هتكون مكان للأمل، للضحك والإلهام. وفي الأول ما كانش في حد مهتم من أهل القرية، كانوا شايفين إن الكتب مش هتفيدهم وإن الشغل في الحقول كان هو المهم. لكن نور ما استسلمتش، بدأت تقعد مع الأطفال تحكي لهم حكايات ممتعة تخليهم يعيشوا جو المغامرات اللي في الكتب زي ما كانت بتعمل زمان. وشوية بشوية المكتبة بقت مليانة بالضحك والقصص الجميلة، حتى الكبار بقوا بييجوا عندها عشان يسمعوا ويشاركوا. ومع الوقت اتغيرت القرية، بقوا كلهم مهتمين بالتعليم، والأطفال بقوا بيحلموا بمستقبل مختلف. وفي يوم من الأيام جت طفلة صغيرة لنور وقالت لها: أنا عايزة أبقى زيك لما أكبر، أتعلم وأساعد غيري. ساعتها نور حست إن كل التعب اللي مرت بيه كان له معنى، وإن رحلتها اللي بدأتها بحزن انتهت بالسعادة والأمل. القصة دي يا أصحابي نتعلم منها حاجات كتير. أول حاجة، العلم هو كنز حقيقي، زي ما نور لقت كنزها في الكتب، كل واحد فيكم ممكن يلاقي حلمه ويتعلم حاجات جديدة تفتح له أبواب النجاح. تاني حاجة، مفيش حاجة اسمها مستحيل. نور واجهت صعوبات كتير جدا لكنها ما استسلمتش. أي حاجة عايز تحققها هتحتاج تعب وصبر كتير، لكن في النهاية هتوصل. تالت حاجة، العطاء بيخلي الحياة أحلى. نور ما احتفظتش بنجاحها لنفسها، لكنها قررت تساعد غيرها. ولو عندك حاجة حلوة زي معلومة جديدة أو مهارة شاركها مع غيرك. رابع حاجة، المكتبة مش مكان ممل، الكتب مليانة مغامرات وحكايات وأفكار جديدة. جرب تقرأ وتكتشف العالم من خلالها. خامس حاجة، كل واحد فيكم
بطل قصته. كل طفل عنده قصة خاصة بيه، وانت اللي بتكتب مستقبلك بخطواتك وقراراتك. سادس حاجة، الفشل مش نهاية الطريق. لو وقعت مرة قوم تاني زي نور. أي غلط هو فرصة تتعلم منه وتبقى أقوى. سابع حاجة، الخير بيرجع لصاحبه. لما تساعد حد هتلاقي ناس تانية بتساعدك وقت احتياجك، زي ما نور لقت اللي وقف جنبها. أتمنى يا أصحابي القصة تكون عجبتكم، وأشوفكم في قصة جديدة. مع السلامة.